فوصفه بالعظمة، وصف القرآن الكريم بالعظمة، فقال جل وعلا: ولقد آتيناك 7 من المثاني والقرآن العظيم. ووصفه جل وعلا بأنه كتاب هداية للبشرية، فقال سبحانه: قد جاءكم من الله نور، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فالقرآن شفاء للمؤمنين، شفاء لما في صدورهم من الشكوك والأمراض وأعمال النفاق، وشفاء لأبدانهم مما يعتريها من أمراض ومما يعتريهم من أمور تقلقهم، فهو شفاء ورحمة للمؤمنين. والله الذي لا إله غيره ما أخلص أحد النية لله جل وعلا وأقبل بإخلاص وصدق وعزيمة على هذا القرآن الكريم تلاوة وقراءة وتدبرا وتعلما إلا فتح الله جل وعلا عليه ما لم يكن بحسبانه. يا أخي، كيف نفرط في هذا القرآن الكريم وهو يأتي يوم القيامة شفيعا لقارئيه وأصحابه، كما قال عليه الصلاة والسلام: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيع لأصحابه. كيف نفرط في هذا القرآن الكريم وهو سبب الرفعة الحسية والمعنوية في الدنيا والآخرة؟ قال عليه الصلاة والسلام: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. كيف نفرط أيها المسلمون في هذا القرآن الكريم وهو سبب السكينة، سبب الرحمة، سبب الطمأنينة؟ والله لا طمأنينة إلا في طاعة الله.